الحمد لله رب العالمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، درجنا في مناسبات الأعياد في نفحات الدهر الطيبة المباركة أن نأخذ موقف من مواقف المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وموقفنا اليوم مع حمار جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحمار كان لونه أسود، وكان اليهودي يجيع بطنه ويضرب ظهره، وكان اسمه يزيد ابن شهاب. فالحمار عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني من نسل 60 حمارا، وكلهم لم يركبوا على ظهر إلا نبي، وأنا آخر النسل وأنت آخر الأنبياء، وكنت أتوقعك أن تركب على ظهري. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وسماه يعفور على زنة يعقوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الحمار مركبا له، وشهد لنا هذا الحمار مشاهد، منها كان يرسله لأصحابه للدور، فيصل إلى الدور ويطرق الباب برأسه فيعلم أن هذه الدعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم صال وجال في طرقات المدينة إلى أن وجد بئرا بالمدينة المنورة للهيثم بن التيهان، فوقع عليها حتى لا يطأ أحد على ظهره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.